السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله تاني قطعة هنعملها في الكورس بتاع الحرف اليدوية والرسم على الخشب اللي قلنا هنبدأ بيه. طبعا احنا بعد كده بإذن الله هناخد الرسم على الإزاز، يعني هناخد حاجات مختلفة كتير او حرف كتير تقدروا ان انتوا تنفذوها. دي تاني قطعة معانا ويلا نشوف هنعملها ازاي من غير ادوات ولا اي حاجة. اول حاجه طبعا لازم اسس القطعه بتاعتي، وزي ما قلت لكم طبعا لازم تشوفوا السلسله كامله. انا جايبه حته اسفنجه اهي، وده الاساس اللي احنا بنستخدمه. وهبدا عن طريق الطبطبه كده هاسس القطعه. خلاص انا هعملها كلها كده اتعملت، خلاص هسيبها تنشف براحتها وبعدين نشتغل عليها. طيب بعد القطعه بتاعتي ما نشفت زي ما قلنا هنعمل صنفره. طبعا الخشب ده مصنع فمش محتاج صنفرة كتير اصلا، ان هو بيبقى ناعم، بس بنأكد عشان ما يكونش فيه حاجة من الالوان. خلاص وابدأ اجيب اللون بتاعي اللي هشتغل بيه واكون مقلباه كويس، ونفس الفرشة بتاعتنا، ونبدأ ندهن الاول الجناب كده. ودلوقتي بعد القطعة بتاعتي ما نشفت بالشكل ده ابدأ بقى اجيب التصميم اللي انا عايزاه. وانا مجهزة تصميم. ادي التصميم بتاعي، صلي على النبي وتبسم عليه الصلاة والسلام، متنسوش تصلوا على النبي. وهبدأ بقى احطه، لازم طبعا اوسطنه واخد بالي قوي من المسافات ما بين الفراغات هنا وهنا. طبعا زي ما انتم شايفين التصميم معمول لحاجة مدورة، ولكن اقدر احطه كده واتأكد من حدود الرسمة ان الفراغ اللي موجود هنا قد الفراغ اللي موجود هنا. خلاص انا هبدأ بس انزل التصميم ونشوف احنا هنعمل ايه. طبعا لازم انقي او اختار الوان تليق مع الخلفيه دي. فانا هنا ممكن الون باللون الاصفر مثلا عشان يكون واضح، او كمان ممكن الون بالاورنج، ممكن الون بالابيض او الاسود، فتقدروا تختاروا اللون اللي انتوا عايزينه. هنبدا نلون. نحط هنا بقى التشكيل كده، وهحط كده زي ابتسامه. طيب دلوقتي بعد ما خلصنا الرسمة خلاص وشايفين ان هي نشفت تمام. لو في بقى اي اجزاء انا محتاجة ان انا اعدل عليها او اظبطها اكتر، يعني مثلا انا محتاجة الكتابة زي ما هي كده، بس مش عايزة احدد. طبعا التحديد في البداية ليكوا هيكون صعب جدا،
فاللي احنا نعمله بقى ان احنا ناخد اللون بتاع الارضيه دي ونبدا نظبط بيه. يعني مثلا لو انا عايزه ابين السنان بتاعه السين كده، عايزه اظبط حروف، اي حرف عندي شايفاه محتاج تظبيط، ممكن ان انا اخد اللون بتاع الارضيه على حرف الفرشه زي ما قلنا، ونبدا بقى نشكل او نرسم كده. انا مش عايزه احدد مثلا الرسمه بتاعتي بلون اسود او حاجه، فابدا اشكل كده واملأ الاجزاء اللي انا مثلا شايفه ان انا محتاجه املاها. طبعا لما تكونوا بترسموا ومش بتصوروا الموضوع اسهل كتير، فما تقلقوش يعني. طبعا لو انتوا بترسموا على طول هتبقوا حاطين الرسمة قدامكم على سطح ثابت، فهتكونوا متمكنين منها اكتر. تمام. يعني انا بوريكم لو عايزين نعدل اي حاجة، المزيد من الحسوكة. ونظبط مثلا الحرف ده. لو لقيت الفرشة فيها لون زي ما انا لقيت فيها كده شوية لون زيادة، بحطها في مكان بعيد عن اللي انا عايزة اشتغل فيه عشان اقدر اخد منها واوزع. كده كده اللون هينشف وتبقى السطح بتاعي عامل زي الباليتا بالنسبة لي اهو. ابدأ بقى افرش اللون في المساحة عندي، مش هيحصل اي حاجة. تمام. طبعا لما ينشف هتلاقوا كل الالوان متجانسة، مش هتلاقوا في اختلاف ان شاء الله. ودلوقتي بقى هنخش على مرحلة الفينش بتاعها. طيب ورجعنا تاني بعد ما الشكل بتاعنا نشف او القطعة بتاعتنا نشفت بالشكل ده. الالوان طبعا دي الوان اكريليك والوان ثابته مش هيحصل لها اي حاجه، ولكن لما بندي طبقه حمايه القطعه بتلمع وبتبقى حلوه، وكمان برضو بيبقى حمايه ضد ان هي تتخدش او اي حاجه. انا دلوقتي هعمل حمايه بالورنيش المائي، فهبدا الاول ادهن الاطراف بالشكل ده. هو شكله بيكون كده زي ما قلنا في القطعه اللي فاتت، وبعد الجفاف بيكون لونه شفاف. حلوه دي، بعد الجفاف بيكون لونه شفاف. شاعره، انا شاعره بالفطره. تمام. خلاص هوزع ده كده واحطه على حاجة عالية عشان خاطر اعمل الجسم بقى الباقي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. وهعمل كده وهنشوف بقى شكلها بعد ما تنشف. هوريكم قطعة خلصانة بيكون شكلها كمان عامل ازاي بعد الفينش بتاعها. اتمنى بس ان انتوا كمان تدعموا الفيديو بقى بلايك وشير لاصحابكم، وما تنسوش تفعلوا الجرس عشان تشوفوا بقية القطع اللي هنعملها بإذن الله. كده خلصت، هسيبها بقى تنشف، وطبعا نغسل الفرش بسرعة اول ما نخلص. ودي كده شكل القطعة بتاعتنا بعد ما نشفت. شايفين الورنيش خلاها الالوان تبقى واضحة اكتر، وبقى فيه لمعة، والفينش بتاعها بقى حلو جدا. تمام كده. ودي شكل قطعة اخرى منهم بنفس الطريقة. يعني ان شاء الله تقدروا تبدأوا تشتغلوا وتطلعوا قطع تسعدكم اولا، وان شاء الله لما يكون عندكم انتاج هتبدأوا تحاولوا تسوقوا للشغل ده. استنوني ان شاء الله في الفيديو الجاي هنعمل قطعة جديدة. وخدوا بالكم، عايزاكم تاخدوا بالكم من الاساسيات اللي بنعملها، لان بعد كده ان شاء الله هدخل في الشغل على طول، مش هبدأ اسس كل قطعة زي ما بنعمل في القطع الاولانية دي. المفروض ان شاء الله ان احنا بنبني شغل على بعضه. فان شاء الله عشان تستفيدوا، علشان ما اعيدش حاجات قلتها قبل كده. ميبي المره الجايه بس اعمل قطعه كامله تاني من اول وجديد برضو عشان الناس تعرف كل المراحل. ولكن بعد كده ان شاء الله هنبدا نشتغل في القطع على طول، تكون متاسسه وجاهزه على الشغل. تمنياتي ليكم بالتوفيق. ما تنسوش لايك واشتراك في القناه، وفعلوا زر الجرس على الكل عشان تشوفوا كل المحتوى اللي بينزل باذن الله. مع السلامه.